وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الملك الوهاب، هو أعلم حيث يجعل رسالته ويختار لكل نبي حواريين وأصحاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لا يشوبها شرك ولا ارتياب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم في شرف العربية، والذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وما زلنا في تاريخية اللغة العربية ومكانتها في أريتريا، وتوقفنا في المعاهد والمدارس الإريترية الإسلامية والعربية التي نشأت، وتطرقنا للمعهد الإسلامي الذي أنشئ بمدينة مصوع، والآن المعهد الديني الإسلامي بمدينة أقردات. مدينة مصوع تقع على شاطئ البحر الأحمر، وأما مدينة أقردات فهي على غرب، تدع في المناطق الغربية لإريتريا، تحدها الحدود السودانية، مدينة أقردات التاريخية. هذا المعهد أسس هذا المعهد الشيخ عبد الله عزوز، هو الذي أنشأه وأسس هذا المعهد عام 1961 بالتعاون مع الشعب. والشيخ عبد الله هو من خريجيه معهد أم درمان العلمي العالي بالسودان، درس في السودان. وهذا المعهد أم درمان العلمي العالي الآن حول إلى جامعة أم درمان الإسلامية. وكان المعهد يضم المرحلة الابتدائية فقط، وفي الوقت الحاضر المعهد شبه متوقف، بل توقف من أداء رسالته التعليمية. ثالثا، معهد عنسبة الإسلامي بمدينة كرن. مدينة كرن تقع في وسط أريتريا، وهي منطقة مرتفعة. وهذا المعهد يسمى معهد عنسبة أو بإقليم عنسبة، وهو نهر يجري في هذه الأراضي، وقد قيل ينسب إلى عين سبأ، هكذا عنسبة هي عين سبأ، ولكن هذا يعني كلام مشاعري فقط. وهذا المعهد أسس عام 1958 بمنطقة وازنتت الواقعة شمال مدينة كرن على يد الشيخ محمد علي زرؤوم. هذا الرجل الذي أنشأ هذا المعهد وعلم جيلا كبيرا، والآن ما شاء الله يعني أبنائه الذين درسوا في هذا المعهد هذه المنارة الكبرى انتشروا في الأرض، ومن ضمنهم أبنائه الذين درسوا في جامعة الإمام محمد بن سعود، وهو الأستاذ عبد العليم هو ما زال على قيد السجن إلى الآن، لم يعرف مكانه. وكذلك الدكتور عبد الحميد زرؤوم، وهو دكتور أستاذ بروف في الجامعة الماليزية. وكذلك الأستاذ عبد العزيز الذي درس في جامعة المدينة المنورة وجاء ليقود هذا المعهد، ولكن سجن هو كذلك، والآن أفرج عنه ولله الحمد. وما زال المعهد مستمر، ولكنه يعني كبل تكبيلا شديدا. وهذا الشيخ محمد علي زرؤوم تلقى تعليمه بخلاوة وحلق العلم في مساجد السودان. هذه المنطقة، هذا البلد السودان بلد طيب، يعني استضاف الإريتريين من قبل في التعليم، وكذلك استضافهم بعد اللجوء، وهكذا يعني
ومنطقة هي كلها كانت واحدة، ولكن الاستعمار والسايس بيكو هو الذي فرق بين الناس. لم يكن هنالك فرق بين إريتري وسوداني، فالناس كلها كانت على الإسلام. وقد اشتهر بين العامة باسم أي المعهد، اشتهر باسم معهد بيت جوك في كرن، حينما حصل في وزنتة انتقل إلى كرن، وارتقى به مؤسسه من حلقات دروس ووعظ إلى خلوة قرآنية، ثم إلى معهد إسلامي منظم له مباني في مبنى كبير بني على نفقة البنك الإسلامي في جدة. وبعد حريق منطقة وازنتت أدخل إلى مدينة كرن، بعد ما حصل حريق وحرقت المناطق كلها في عهد إثيوبيا مناطق المسلمين، أدخل إلى مدينة كرن في عام 1968، واتخذ من منزل سكني بحي حلة سودان مقرا له اعترفت به مصلحة المعارف عام 1972. كما إن إدارة الإفتاء الإريترية أضحت تمده بمعلمين من البعثات الأزهرية إلى إريتريا، والجدير ذكرها أن عددا كبيرا من أبنائه الخريجين الذين قدموا للتدريس فيه بعد تخرجهم من الجامعات السعودية ما زالوا رهن الاعتقال لأسباب غير معروفة في سجون حكومة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وعلى رأسهم ابن الشيخ المعهد الأستاذ عبد العليم ابن محمد علي زرقوم، فك الله أسره إن كان على قيد الحياة. منذ عام 1993 وإلى الآن لم يوجد له خبر، وعدد كبير من المعلمين الذين سيقوا إلى هذا السجن حتى الآن لم يعرف عنهم شيء. ويضم المعهد المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويعد أول معهد إسلامي في إريتريا يمنح الشهادة الثانوية. بعد الشهادة الثانوية كانوا يذهبون إلى السودان ويدرسون في مركز الإسلامي الإفريقي الذي حول إلى جامعة إفريقيا العالمية الآن. ويبلغ عدد طلابه سابقا أكثر من 700 طالب، وقد ابتعث المعهد طلابه إلى الجامعات السعودية ومصر والسودان ودولة الكويت وسوريا. كان يرسل بعثات بعد أن يتخرجوا من الثانوية. رابعا، مؤسسة أصحاب اليمين التعليمية بمدينة كرن. هذا المعهد كان يسمى وما زال يسمى بأصحاب اليمين، ولكنه كبل كما كبلت كل المعاهد الإسلامية والعربية في أريتريا في هذا الحكم الجائر. هذه المؤسسة تأسست لأنها تتكون من الابتدائي والمتوسط والثانوي. تأسست هذه المؤسسة على يد الشيخ محمد بن صالح بن حامد في عام 1962، والشيخ هذا هو والد البروف جلال الدين محمد صالح، هو الذي أنشأ هذا المعهد. وجلال الدين الآن معروف في الأوساط العلمية العالمية، وقد أخذ درجة الأستاذية في تخصصه، والذي تلقى تعليمه في الخلاوي السوداني، أي الشيخ محمد بن صالح والد دكتور جلال الدين. تعلم هذا الشيخ في الخلاوي السودانية، وقد بدأ نشاطه الدعوي بتأسيس خلوة لتعليم القرآن الكريم وحفظه في سنة 1968. بعد ما رجع من السودان فتح هذه الخلوة وبدأ نشاطه. أخذت شكل التعليم النظامي الحديث في تدريس المناهج كغيرها من المعاهد والمدارس. وفي سنة 68 أخذت شكل التعليم النظامي، بدلا أن كانت خلوة لتعليم القرآن الكريم وحفظه، صارت مؤسسة منظمة
أخذت شكل التعليم النظامي الحديث في تدريس المناهج كغيرها من المعاهد والمدارس، وقد أحدثت تحولا جذريا في الخطة التعليمية، وأدخلت مادتي اللغة الإنجليزية والأمهرية ضمن مقرراتها الدراسية. وخامسا المعهد الديني الإسلامي بمدينة جندة، أسس عام 1969 على يد الشيخ عمر بن إدريس مودوي رحمه الله، خريج كلية الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان يضم المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويدرس العلوم الشرعية والعربية والاجتماعية والعلمية من المناهج الحكومية. وقد اعتمد منهج وزارة المعارف السعودية في المرحلة الابتدائية، ومنهج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المرحلة المتوسطة والثانوية. وقد بلغ في ذلك الوقت عدد طلاب المعهد 600 طالبا، وضم المعهد مركزا لتعليم الحياكة والتطريز للبنات، وخلوة لتعليم القرآن الكريم، وابتعث معهد بعضا من طلابه إلى جامعات الدول العربية والإسلامية، وعاد بعضهم حاملا للشهادات الجامعة، ولكن للأسف الشديد طال بهم الاعتقال والسجون، وأغلق هذا المعهد للأسف الشديد. ولذلك نرى هذه المعاهد كان لها دور كبير في نشر اللغة العربية والعلوم الإسلامية. سادسا معهد المهاجرين والأنصار بمدينة منصورة، هذه مدينة منصورة موجودة على منطقة قاش بركة، وتأسس هذا المعهد معهد المهاجرين والأنصار هكذا اسمه عام 1970 على يد الشيخ محمد بن إبراهيم عثمان شيدلي، وكذلك هذا الرجل والشيخ الكريم من السجناء الذين سجنوا في ذلك الوقت ولم يعرف لهم خبر حتى الآن. وكان يضم المعهد المرحلة الابتدائية وخلوة لتحفيظ القرآن الكريم، ويقدر في ذاك الوقت عدد طلابه بأكثر من 300 طالب. وأغلق المعهد عام 1979 وأممت ممتلكاته على يد حزب العمل الشيوعي في جبهة تحرير الأريترية قبل الحكومة الحالية، الذي كان يسيطر على قيادة هذا الحزب اسمه حزب العمل، ولكنه كان حزب شيوعي اتخذ من النظرية الماركسية له منهجا، فأغلق هذا المعهد الديني وآنذاك، ثم استأنف نشاطه التعليمي عام 1983 بنحو 400 طالب، إلا أن الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا النظام الحاكم حاليا لم تهمله وأغلقته عام 1984، حيث تم تجنيد كل طلبته ومعلميه للقتال قبل الحكم يعني، بل قتل أحد أساتذته أمام طلبته وزملائه. ثم في عام 1995 اعتقل النظام مؤسسي الشيخ محمد إبراهيم شيدلي. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام بعد فاصل قصير. نواصل ما انقطع من الحديث عن تاريخية ومكانة اللغة العربية في إريتريا، وتناولنا المدارس والمعاهد الدينية الإسلامية التي نشأت من الأربعينات حتى الآن في إريتريا، وكان لها دور في نشر اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
وسابعا مدرسة الجالية العربية بمدينة أسمرة وهي العاصمة الإريترية حاليا. هذه المدينة أنشأها الإيطاليون لأنفسهم، وكانت تسمى بباريس، كانت تسمى يعني باسم أوروبي لأنه هي بنيت على الطراز الأوروبي، كانت تسمى بروما أفريقيا. وأسست هذه المدرسة عام 1942 بهدف تعليم أبناء الجالية العربية اللي كانوا موجودين من اليمن والحضارمة، وقد أسسها أحد العرب من الجالية اليمنية الذين كانوا في مدينة أسمرة الإريترية. ويعد الشيخ أحمد بن عبيد باحبيش من مؤسسيها ومديريها، بيد أنه ما لبث أن أصبح غالب طلابها من المواطنين الأريتريين. كانت تدرس باللغة العربية. تضم المدرسة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ويبلغ عدد طلابها نحو 820 طالبا في ذاك الوقت. والمنهج المتبع هو منهج وزارة التعليم المصرية التي ما زالت تقوم بتزويد المدرسة بالمناهج التعليمية منذ 40 سنة. هذا قبل أن تصادر من الحكومة الحالية ويغير اسمها من الجالية إلى مدرسة الأمل الحكومية، إذ تدرس التربية الإسلامية كمادة وتدرس جميع المواد باللغة العربية بالإضافة إلى المقررات الوطنية. وفي عهد الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا الحاكمة تعرضت إلى ضغوط مختلفة، بدءا بتغيير اسمها إلى مدرسة الأمل، وطلب منها إلغاء منهجها العربي الإسلامي والتدريس بمنهج الحكومة، وإخضاع كل إدارتها لوزارة التعليم. هذه مدرسة الجالية كانت تسمى المدرسة الجالية العربية لوجود العرب من اليمنيين والحضارمة من الشمال والجنوب اليمني، فأنشأوا هذه المدرسة لأبنائهم، ولكنها في بعد ذلك تحولت إلى كل الإريتريين الذين يرغبون في التعلم باللغة العربية في هذه المدرسة. عندنا مدرسة حرقيقو. هذه المدرسة هي في تقريبا شمال مصوع، أنشأها الشيخ صالح ابن أحمد آل كيكيا وعام 1945 في قرية اسمها حرقيقو، والآن هي ضاحية من ضواحي مصوع، وتعد من المدارس الكبيرة في إريتريا. وجلب إليها كان من رجل البر والإحسان ورجل أعمال الشيخ صالح ابن أحمد كيكيا، وجلب لها مدرسين من السودان ومصر. وكان المنهج التعليمي باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والتربية الوطنية والإسلامية، وتعد أول مدرسة من حيث التنظيم والدقة والمنهج العلمي الصحيح في إريتريا. وكان القائد عثمان صالح صبي رحمه الله أحد مديري هذه المدرسة بعد تخرجه من جامعة أديس أبابا قبل خروجه إلى الثورة الإريترية. تاسعا مدرسة الضياء الإسلامي بمدينة أسمرة. أنشئت هذه المدرسة التعليمية الواقعة في حي أخرية، هذا حي من أحياء أسمرة بالعاصمة أسمرة في عام 1969. يعني هذه المدارس والمعاهد قديمة قبل الحكومة الحالية، قبل وجود هذه الحكومة الحالية التي أغلقت هذه المدارس والمعاهد. نشأت على يد الأستاذ محمد بشير الحاصل على ليسانس من دار العلوم بالقاهرة في عام 1967. أنشأها هذا الرجل بعد ما تخرج من دار العلوم بالقاهرة، وكانت تهدف هذه المدرسة إلى تعليم الدين الإسلامي بجانب تدريسها العلوم العصرية، وتنحصر
المدرسة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ويصل عدد طلابها في آنذاك إلى 1350 طالبا، وتدرس اللغة العربية بالإضافة إلى التربية الإسلامية. أما بقية المواد فتدرس وفقا لمنهج وزارة التربية والتعليم الإريترية. وهذه المدرسة تعرضت هذه المدرسة للتضييق من قبل الحكومة، وصل إلى حد نزاع الحجاب من الفتيات المسلمات، أدى إلى اشتعال غضب جماهيري عار، فاعتقلت إدارتها، فحصل اعتقال، ومن ضمنهم المدير الذي كان يدير الشيخ موسى إلى أن توفي رحمه الله رحمة واسعة. 10 مدارس ومعاهد جهاز التعليم الإريتري في السودان، الذي هذا أنشأه تنظيم قوات التحرير الشعبية. هذا التنظيم كان تابع للشهيد عثمان صالح سبه رحمه الله. أنشأ هذا الجهاز سنة 1976، وقال بندقية وقلم. هكذا كان الشعب الإريتري لازم يكون معه البندقية ومعه القلم، حيث تتخذ التنشئة الإسلامية وتنمية السلوك الإسلامي الأصيل هدفا مركزيا لها. بما أنه كان من مدافعي وناشطي في اللغة العربية الأستاذ عثمان سبه رحمه الله، ركز التنشئة الإسلامية في هذه المدرسة وتنمية السلوك الإسلامي الأصيل هدفا مركزيا لها، كما كانت للدفعات الطلابية التي تخرجت فيها دور لا ينكر في ميلاد هذا المشروع الميلادي. وتشرفنا كنا من طلاب هذه المدارس في مدينة كسلا وبور سودان، لدى تنظيم قوات التحرير الشعبية التي تعد هذه المدارس من أعظم حسناتها الاجتماعية. مدرسة تخرجت كوادر الآن انتشروا في العالم. إن طابع جهاز التعليم الإريتري طابع إسلامي عربي، حيث تم وضع منهجه بإشراف نخبة من رجال التربية والتعليم في السودان الشقيق. وكان الجهاز يضم المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكان افتتاحها بمدينة كسلا السودانية التي تقع في شرق السودان بالقرب من الحدود السودانية الأريترية. هكذا رأينا هذه المدارس والمعاهد التي نشأت في إريتريا قبل النضال وقبل اللجوء، والتي نشأت كذلك كل تنظيم أنشأ له مدرسة في السودان. وأعظم مدرسة كانت ما يسمى بجهاز التعليم الإريتري، جهاز التعليم الإريتري الذي أنشأه عثمان صالح سبه رحمه الله. مستقبل اللغة العربية في دولة إريتريا. بعد ما ذكرنا وجود اللغة العربية ومضايقتها الآن من الحكومة الحالية وتهميشها تهميشا كبيرا، هنالك مستقبل باهر وزاهر للغة العربية في دولة إريتريا. أولا نذكر النقاط الأساسية التي يمكن من خلالها قراءة مستقبل اللغة العربية في دولة إريتريا، وهي في إطارها التاريخي تمثل ذاكرة الشعب الإريتري باعتبارها الوعاء الذي خلد تراثهم وكل أوجه حضارتهم، فكل التراث الإريتري الإسلامي مكتوب باللغة العربية، كما سنرى الرجال الذين سطروا أسماءهم في تاريخ اللغة العربية مدافعين عن اللغة العربية في إريتريا. هذا ما عدا التراث الإسلامي بصورة عامة، والذي يعد الشعب الإريتري طرفا في هذا التراث الحضاري الممتد إلى أكثر من 14 قرنا من الزمان. أولا ارتباط اللغة العربية تاريخيا بالنضال والمقاومة الإريتري طيلة فترة الاحتلال.
التي استمرت 5 قرون على الأقل. وتاريخيا ترتبط اللغة العربية بيوم فاصل في تاريخ الشعب الإريتري الحديث، هو يوم المصالحة الوطنية التي أقرت بموجبه اللغة العربية لغة رسمية لإريتريا إلى جانب أختها اللغة التجرينية. وهي كما ذكرنا اللغة التجرينية هي من اللغة الحبشية، إحدى اللغات الحبشية. وتاريخيا أيضا تمثل اللغة العربية الشرارة الأولى التي أفضت إلى الكفاح المسلح الذي استمر 30 عاما، كما ذكر في مذكراته عثمان صالح سبي. هدفه كان هو مدافع عن اللغة العربية والهوية الدينية في إريتريا. وترتبط باللغة العربية في إريتريا ذكرى العشرات من الشهداء الذين سقطوا في حوادث عام 1957 إلى 1959، وهم يدافعون عن اللغتين الرسميتين العربية والتجرينية، منهم الشيخ عبد القادر كبيري رحمه الله. بعدما أعلن الاحتلال الإثيوبي إلغاءهما واستبدال الأمهرية بهما، وفي الإطار الثقافي نجد عشرات الآلاف من حملة الشهادات العربية الذين ولا شك سيكون لهم دور متعاظم في حركة اللغة العربية. انتشار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، انفتاح دولة إريتريا على محيطها العربي الذي عزلت عنه لفترات طويلة بفعل الاحتلال. إلى حلقة جديدة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي.